طول عمرنا بنخاف على جسمنا وعلى صحتنا وعلى الضغط اللي يعلى وعلى السكر وعلى الكلية، وخايفين لحسن نصاب بأي مشكلة وناسيين أهم حاجة في جسمنا، وهي الكبد. الكبد من أخطر الحاجات اللي ممكن تصيب الإنسان. والنهاردة هقول لكم على حاجة بسيطة خالص وسر صغنطوط كده في سمكة بسيطة وصغيرة ممكن تكون سلاح سري للكبد. أيوة، بتكلم عن السردين. مش بس سمكة تتاكل وخلاص، ده فعليا بيساعدك تحمي كبدك سواء كان سليم أو فيه دهون متراكمة. في الفيديو ده هعرفكم كل حاجة: ليه السردين مفيد للكبد، أهم العناصر الغذائية في السردين، أفضل طريقة ناكل بيها السردين عشان نحمي الكبد بتاعنا حتى لو كبدك سليم أو تعبان أو عندك دهون على الكبد، إزاي تستغل السردين وإزاي تستخدمه بطريقة صحيحة علشان يساعدك في انك تحصل على كبد سليم وصحي. السردين يعتبر سلاح طبيعي للكبد. اولا نتكلم عن الكبد ووظائفه باختصار عشان نبقى عارفين. قبل ما نتكلم عن السردين لازم نفهم ان الكبد شوية. الكبد هو اكبر عضو داخلي عندنا، ووظيفته انه بينظف الدم من السموم، بيخزن الطاقة، ويفصل الدهون والكربوهيدرات. لما الدهون تتراكم فيه بيحصل حاجة اسمها الكبد الدهني، ودي بتبقى بداية سلسلة أمراض خطيرة جدا، وكل ده بيحصل في جسمنا واحنا مش حاسين. مع الأسف مشاكل الكبد ملهاش أعراض، يعني مش بتحس بحاجة وكأنك سليم جدا وانت عمال جسمك بيعاني. الدهون اللي على الكبد دي بتعمل التهابات، وكمان بتعمل مشاكل صحية لو اتثابت من غير علاج. ممكن لا قدر الله تلاقي تضخم في الطحال. بعد كده دهون الكبد دي ممكن تعمل تليف، لا قدر الله ممكن تعمل كمان كانسر. فالحاجات دي كلها مهمة جدا لازم نعرفها عن جسمنا وعن الكبد بتاعنا وقد ايه هو مهم جدا. طب تعالوا بقى نشوف ايه العلاقة بين الكبد وبين السردين. دلوقتي نخش على اهم جزء: ليه السردين مفيد للكبد؟ اول حاجة، السردين غني بأوميجا 3، واللي هي دهون صحية. الأوميجا 3 دي بتقلل الالتهاب وتمنع تراكم الدهون على الكبد. ما شاء الله، يعني السردين تحس ان هو مكنسة للدهون اللي احنا اصلا مش عايزينها تيجي ناحية الكبد بتاعنا، لان هي بتبقى الخطوة الاولى نحو دمار الكبد. تاني حاجة، في فيتامين دي وفيتامين بي 12، دول بيخلوك دايما نشيط وتجدد خلايا الكبد. كمان في سيلينيوم، ده مضاد أكسدة قوي بيحمي خلايا الكبد من التليف أو التلف. وأخيرا السردين غني بالبروتين العالي الجودة اللي بيساعد الكبد ينظف السموم بكفاءة، لأن الكبد أهم حاجة فيه إنه بينظف السموم كلها بتاعة الجسم بتنزل على الكبد. وأنا بحاول أعرض لكم دلوقتي طريقة من الطرق اللي ممكن ناكل بيها السردين. طريقة سهلة وبسيطة، وأهم حاجة إنه نحاول نجيب سردين يكون صابح وطازة وفريش، ونعمله نغسله كويس جدا. وهنعمل النهاردة طريقة، وهنحاول نعمل سلسلة من الفيديوهات نتكلم فيها عن الكبد وإيه اللي يضر الكبد وإيه اللي يصلح الكبد بأمر الله في الفترات الجاية، لأن القناة بتتكلم عن الصحة والجمال، وجمالك الحقيقي هيطلع من جوه جسمك. لو جسمك جوه تعبان هيبان وشك مرهق وصحتك تعبانة، حتى لو كنت لسه في 20 وفي 15 سنة. مادام جسمك مش مظبوط الدنيا مش هتبقى تمام. علشان كده أنا قررت إني أغير المحتوى بتاع القناة وأركز على الموضوع ده، وهو الصحة من جوه، صحة الإنسان اللي هي بتأثر على جماله. عشان كده قلنا إن القناة للصحة والجمال، علشان بشرتك تبقى جميلة وعيونك حلوة وشكلك هيتغير 180 درجة لو صحتك اتغيرت. ان شاء الله بأمر الله دايما الوصفات اللي هتكون هنا هتكون مربوطة بين الصحة والجمال. نرجع لموضوعنا، عايزين نتكلم شوية عن فوائد السردين للكبد السليم والكبد الدهني. لو الكبد عندك دهني لا قدر الله وعملت ده، يعني عارفوا ازاي يا جماعة؟ بنعمل تحاليل ونحاول دايما كل سنة كده او كل 6 شهور نعمل تحاليل على الكبد بتاعنا. ويا ريت لو نعمل سونار، على فكرة السونار مش غالي خالص،
على الكبد، وده احسن مليون مرة كمان من التحاليل. السونار بيعرفك هل في دهون، هل في تليف لا قدر الله، هل في اي مشكلة في الكبد. ويا ريت يكون السونار في مكان كويس علشان يعني يديكي نتيجة مضمونة او نتيجة دقيقة. طب لا قدر الله عندنا دهون في الكبد، السردين هيساعدك على تقليل تراكم الدهون دي، وتقليل الالتهابات، وتحسين وظائف الكبد، يعني الكبد يشتغل بكفاءة أكبر. أما بالنسبة للكبد السليم، لو كبدك سليم أصلا، فالسردين هيعمل معاكي إيه بقى؟ هيحافظ على صحتك، هيمنع الالتهابات المستقبلية، هيدعم عملية التمثيل الغذائي للدهون والكربوهيدرات. يعني أي شخص بياخد السردين بانتظام كبده هيكون أفضل وأقوى وأنشط. طيب أحسن طريقة ناكل بيها السردين، تعالوا نشوف أحسن طرق ناكل بيها السردين. أول حاجة إن إحنا نشوي السردين. السردين المشوي جميل جدا جدا، لكن في ناس بتحس إن هو ناشف، يعني لما بنشويه إحنا مش متعودين عليه كمصريين ناكله مشوي. فممكن نعمله صينية. الصينية دي عبارة عن إيه؟ عن سردين مع شوية خضروات مع شوية زيت زيتون. ويفضل طبعا مليون في المية زيت الزيتون. ليه بقى؟ لأن زيت الزيتون يعني هيساعد على إصلاح مشاكل كتيرة في الكبد، وهنعمل له حلقات مخصوصة عن علاقة زيت الزيتون مع الكبد. وأهم حاجة إنك تجيبي زيت الزيتون من مصدر موثوق منه، ويكون طبيعي مليون في المية. زيت الزيتون البكر الممتاز هو ده الحل لعلاج الكبد وعلاج جميع أمراض مشاكل جسمك. وهعمل له حلقات مخصوصة كمان الزيت. وكمان لو انت مش عارفة تجيبيه من مكان موثوق، كلميني على الخاص، هسيب لك رقم التليفون الواتس، وانا اقول لك على مكان ممتاز جدا وناس ما شاء الله عليهم. والله مش اعلان، وهم اصلا ما يعرفوش ان انا هقول عنهم الكلام ده، بس الله اكبر عليهم بجد. يعني انا جربت زيت الزيتون من اماكن كتيرة جدا فوق ما تتخيلي، عمري ما لقيته بالجودة دي والجمال ده زي ما هو عند الناس دي. وعلى فكرة من شمال سيناء، وبيوصلوا لأي مكان في مصر. ف يعني ما تتردديش ابدا لو انت مش عندك مكان تجيبي منه موثوق وعايزة تجربي الزيت ده. كلميني على الرقم التليفون اللي هسيبهولك في التعليقات، رقم واتس، يعني كلميني واتس مش تليفون، وانا اقولك على اديكي رقمهم وتتواصلي معاهم وتاخدي منهم الزيت الزيتون، لانه علاجي 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 يعني. الله اكبر، والله فعلا ربك ما قال كلمة الا وكانت صادقة. يعني سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى لما اتكلم عن زيت الزيتون واتكلم عن الزيتون نفسه، فبجد الزيتون يعني سحر. انا هسيب السردين وادخل في الزيتون. نرجع للسردين. طيب احنا دلوقتي في موسم السردين، وبعد شوية هيخلص مش هنلاقيه. بس احنا هنبطل نخزن السكر، وهنبطل نخزن الدقيق، وهنبطل نخزن الحاجات المضرة لصحتنا، وهنبدأ نخزن السردين. هتخزني السردين ازاي؟ هقولك على الطرق في الفيديوهات الجاية. ازاي تعملي السردين بكميات كبيرة وتخزنيه يقعد عندك طول السنة، من الموسم للموسم تستخدميه طول السنة. ينفعك وينفع صحتك وصحة أولادك وصحة أسرتك، يعتبر وقاية من الأمراض. يعني مش لازم نستنى نمرض علشان ناكل السردين. طب نكمل برضو. السردين ممكن نعمله معلب أو نعمله مع زيت الزيتون زي ما بنعمله كده. ممكن نضيف عليه الليمون والخضرات زي ما عملنا في الصينية، وممكن نعمله معلب زي ما انت شايفة كده ويفضل معاكي من السنة للسنة. ممكن كمان السردين اللي احنا بنعمله مخلل، اللي احنا كمصريين لو جسمك سليم وصحتك سليمة وما عندكيش مشاكل في الأملاح ولا في الكبد، فالسردين اللي هو المخلل ده اللي احنا بنعمله بالملح برضو جميل. كل الحاجات دي هنعملها مع بعض، واصلا انا عامله لكم فيديو تخليل السردين موجود على القناة اساسا. عشان نحافظ على كبدنا اكتر واكتر لازم نقلل من السكر، او نمنع السكر اصلا خالص من حياتنا، ونمنع الدهون المشبعة زي الزيوت المهدرجة وزي السمنة الصناعي، ونستخدم كل ما هو طبيعي ونبعد عن كل ما هو صناعي. لو عندك نقرس او حمض يوريك عالي ما تاكليش سردين كتير، يعني نقلل من الكمية اللي احنا بناكل منها. وفي كده حاجة بعملها الموضوع النقرس بجربه، يعني علاج او حاجة بجربها،
للنقرس ولليوريك العالي، لان انا من الناس اللي بتعاني من اليوريك العالي. ان شاء الله لو نجحت معايا هقول لكم عليها بكل تفاصيلها، وباذن الله اعمل لكم فيديو عنها. بس اما اكمل التجربه واشوف نتيجتها. انا دلوقتي اليوريك عندي عالي جدا، معدي ال 14 وال 16 كل ما اروح اعمل تحاليل. هشوف بعد ما استخدم العلاج ده. هو مش علاج، هو حاجه بسيطه خالص. ان شاء الله شفنا